بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، أشرف اليوم رئيس المجلس بوعبد الله غلام الله على انطلاق الموسم الاجتهادي الثقافي بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي ورؤساء العديد من الهيئات الوطنية. وفي المناسبة تأكيد على دور المجلس كمؤسسة دستورية ومرجعية تحافظ على الهوية الوطنية وترسخ مبدأ الوسطية وتعزز القيم الوطنية والدينية. كما تم بالمناسبة عرض حصيلة نشاطات المجلس الثقافية والدينية للموسم الفارط. في هذه السنة مثلا سجلنا ما يزيد عن 90 نشاط خلال السنة هذه، من المحاضرات والندوات والعمل التفاعلي والعمل مع الجامعات. إذن عندنا تفاعل مع الجامعات بصفة عامة في موضوعات مختلفة، سواء في الاحتفالات أو في المواسم أو بالنشاط الثقافي الذي يهم الشباب والمجتمع بصفة عامة.